احلى عصيده بالعسل والسمنه البلدي. وخش لي بالمقادير. اول حاجه ننزل ببوتاجاز الغلبه نص ونص، عشان بوتاجاز الغلبه الثاني باظ لحد لما نصلحوه. مش باظ، هو الشرطان بتاعته خلصت لحد لما نجيب شرطان جديد. اكلة النهارده بسيطه ولذيذه، عباره عن دقيق وميه بس. مع ميه ودقيق بس وملح. والعصيده دي اكله صعيديه اصيله قديمه، بس هي مشهوره في دول كثيره، واشهر دوله موجوده فيها السودان. والسودان يسموها ملاحي، وبيعملوها بالتقليه وبكذا طريقه ثانيه. يا رب تكون معلوماتي صح. صح، ما تنساش تخش على الرابط اللي تسيبه لك في البايو، في برنامج حلو قوي للطبخ لو انت من عشاق الطبخ والوصفات يعني. ننزل بالميه اول حاجه. جيتي لحبايب يا حبيبه الحنجره الذهبيه الموجوده معنا في البيت. ايه رايكم في الحته الزفره دي؟ رايكم؟ صلى على النبي، حضراتك ما سيبونا عليهم. بس اهدي. صلى على النبي. هننزل بشويه ملح يا معلم، وندوب الملح في الميه يا معلم. الاهم من الشغل تظبيط الشغل. ده اثريه برضه. اثرياش يا اخي دي. لا ده من ايام الفراعنه عندنا. اول ما الميه قربت تغلي يعني سخنت كده وبقت تطلع بخار، هننزل عليهم معلقه سمنه بلدي. بص، بعد ما نزلنا بالمعلقه السمنه معلم هنقلبهم كده هوا. معلقه سمنه هتساعدهم انهم ما يخلوش يبقوا زغاميت كده هوا، يبقوا تكتلات كده. وبعدين هننزل بالدقيق ونقلب بسرعه على بعض، واحده واحده بس. وتقلب بسرعه يا معلم زي كده هوا، يبقى قوامهم زي كده هوا معلم. ما تقدرش تعمل فيهم بالعافيه، بس تفضل تقلب برضه. ما تستسلمش. ما تستسلمش. هيوقعوك ويطمعوك ويكسروك، ما تستسلمش. بس يا محمد تقعد يا معلم تقلب فيهم كويس كده هوا زي ما انتم شايفين. هعانني تاني وتقلبهم كويس قوي يا معلم، فوقاني تحتاني، وتقعد تقلب فيهم يا معلم لحد لما يبقوا بالقوام دي وعاي. وكده هوا تبقى استوي، ما فيهاش تكتلات ولا اي حاجه. وكده يا معلم نسمي بسم الله ونغرفنا في الطبق. وفي حاجه اسمها حريره في الصعيد وعصيده، والعصيده غير حريره عشان ما يكونش كاتبين لي في التعليقات دي حريره يا ابو عمو. والله دي ما حريره يا ابو عمو، الثانيه الحريره غير دي. ده عصيده ابو عمو. وكده هو ننزل عليهم معلقه السمنه بلدي. وبص يا معلم، الاكله دي اهم حاجه فيها السمنه البلدي. لو من غير سمنه بلدي هيبقاش طعمها حلو تمام، وتتاكل بعسل ولبن، بس الافضل طبعا العسل الاسود. وكده نسمي بسم الله وناكل. يا بسم الله. والعسل مع السمنه البلدي عايمين كيف يعني، حاجه بالصلاه على النبي. ويا معلم حاجه فاخر من الاخر. دوق وقول ايه رايك يا ابو اخوه؟ ايه رايك؟ حلو والله الاكله دي يا جماعه تحفه. ما تقولش دي عجين وميه ومش حلوه، لا دي عجين بس، وعجين مطبوخ يعني مستوي طيب كل حاجه، ودسمه و100 110 10. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو. صلى على النبي. وسلام يا غالي.